كنت لسه مخلص فرجة على جيم اوف ثرونز، فكنت متأثر بيه جدا. فكرة العوالم، ان انا شخص بيحب كتابة العوالم يعني. فقعدت اشتغلت كتير، ففجأة طلع الأب الروحي، طلع الشكل بتاع الأب الروحي. رحت لبيتر، بيتر كان وقتها بيصور القرد بيتكلم، قلت له يا بيتر انا عايز اعمل كذا واعمل كذا. هو بيتر بيفهمني بسرعة جدا، على نفس الموجة دايما. رحت رايح ليوم مقار، انا ما كنتش بعرف احكي بقى، مش ما عنديش فكرة ان انا احكي مسلسل. حبيبي بقى منتج كبير يعني، وقاعد وبرضه بالسيجار وهو عنده هيبة. باشا كبير يعني. حكيت له، وراح واخد نفس كده من السيجار، وراح باصص لبيتر قال له وحش قوي اللي هو بيقوله ده. راح بيتر قال له لا 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 سيبك بقى من اللي هو قاله ده كله، هو احنا نعمل 1 2 3 4 5. قال له طب ما ده حلو. قال له والله العظيم هو ده اللي هو بيحكي. عملنا الاب الروحي، وانا كنت خايف جدا جدا. كتبت اول 15 حلقه، وبعدين كان احنا دخلنا تصوير ب 12 حلقه تقريبا. فدخلت معايا بقى ناس كتير تكتب معايا. كان اصعب عشان كان في محمود حميده، احمد عبد العزيز، سوسن بدر. كانت دي حاجات بقى لذيذه، ان احمد عبد العزيز يقعد معاك يقول لك انت كاتب حلو. سوسن بدر تشوفني تقول لي شكلك صغير، فكنت اكبر من كده يعني. فتبقى دي تفاصيل لذيذه. خلصنا المسلسل، حصل نجاح مرعب طبعا.